السلام عليكم لي زامي يا لي زامي، شخباركم يا جماعه الخير؟ كيف صبحتوا ليا اليوم؟ هاني الامور ديالكم؟ صحتكم مزيان؟ كيف دايرين مع هذا البرد هذا؟ كلشي هو هذاك. كنتمنى نلقاكم بالف خير وما ناقصكم خير ومستعدين للقضيه ديال اليوم. وبلا ما نطول في المقدمه ونكثر من الهضادير، مباشره ناخذ شي بليسه كالمو ترونكيل، شي حاجه نشربوها الا بغينا ونبداو على بركه الله. القضيه ديالنا ديال اليوم طرات في الجزائر، والاحداث ديالها غاديين يوقعوا بالضبط في ولايه اضرار. وحنا غادي نبداو الهضره ديالنا من عند واحد البنت اللي الاسم ديالها شريفه الحاج ابراهيم، من مواليد 1979. هاد البنت هادي واحد البنت اللي عاديه وبسيطه كاغلب البنات العربيات. تزادت في واحد الاسره اللي من مستوى متوسط، تربت ما بين خوتها وما بين والديها اللي الام ديالها ربت بيت والاب ديالها شرطي. هذه هي الطفوله ديال هاد البنت هادي، طفوله اللي سليمه، كتقرا، عايشه عادي، اي حاجه كتحتاجها كطفله كانت متوفره ليها، وبدات كتكبر شويه بشويه. وما حد شريفه كتكبر والاحلام ديالها كيكبروا معاها، وخصوصا واحد الحلم اللي كيرافقها من الطفوله واللي هو انها تخدم شرطيه. وغادي تبقى بالفعل مركزه على هذا الحلم هذا وكتخطط ليه ومركزه في الدراسه ديالها. من بعد ما غادا تاخذ البكالوريا، داكشي اللي غادا دير غادا تلتحق بالسلك ديال الشرطه، ومن بعد ما تكمل الدراسه ديالها في اكاديميه الشرطه غادا تقدر انها تعين في اداره مباحث المخدرات برتبه ضابط شرطه. وهكذا شريفه غتبدا تبني في الكارير ديالها وتحقق في احلامها، وغتكون كذلك متميزه في الخدمه ديالها لانها كانت واحد الشرطيه اللي منضبطه وكدير العمل ديالها على اتم وجه. وما يخفاكمش الانسان ملي تيكون تيخدم واحد الحاجه اللي تيحبها فهو تعطي فيها بواحد الطريقه اللي اضافيه وكيكون فيها مميز. هذا من الجانب ديال العمل بالنسبه للحياه ديال شريفه. اما الحياه الاسريه فهي كذلك وقعوا عليها بعض التغييرات من بداو كيكبروا هما الوليدات. خوتها تزوجوا، هي بقات عايشه غير مع باباها. المهم الامور كلها تغيرات وكل واحد ولا لاهي في حياته، كما شريفه لاهيه في حياتها وفي الكارير ديالها، حتى خوتها تزوجوا، اللي خدم وكل واحد شاف شنو غادي يدير في حياته. المهم الامور غادا تبقى بحال هكذا ستابل. شريفه ما غادي لا تتزوج لا حتى شي حاجه، مركزه في العمل ديالها، عايشه مع الاب ديالها، الامور كلها مزيانه. غادي يمشي الوضع بحال هكا حتى سنه 2010. وفي واحد النهار من هاد السنه هادي الشرطه ديال ولايه اضرار كيتوصلوا بواحد الاتصال من عند واحد الناس اللي تيقولوا لهم بلا لقاو واحد الجثه ديال واحد البنت وهي مشوهه بالطعنات ومذبوحه ومليوحه في الطريق. وتيقولوا بلا الناس هنا مجموعين عليها وحتى شي واحد ما قدر انه يتعرف عليها. ففي البلاصه العناصر ديال الشرطه كينتقلوا لمسرح الجريمه والعنوان اللي قالوا لهم الناس، وبالفعل كيلقاو قدامهم جثه ديال البنت اللي مشوهه بالطعنات، غارقه في الدمايات ديالها ومذبوحه من الوريد للوريد. كيبداو يكتشفوا، كيبداو يشوفوا اشنو اللي كاين، فكيلاحظوا ان واحد من العناصر ديال الشرطه كيقلب في الجثه وكيتمكن انه يتعرف عليها وكيصدمهم وكيقول لهم بلي هذه الجثه ديال الشرطيه شريفه. يعني هذيك البنت اللي تلقات مذبوحه وسط الطريق هي الشرطيه شريفه اللي كنا كنهضروا عليها من بدايه القصه. وهنايا الخبر كينتشر والزملاء ديالها اللي كاينين في ادارات اخرين كيسيقوا الخبر وكيتجمعوا تما في مسرح الجريمه وكيتاثروا وكيتخلعوا كذلك لانهم حسوا بها ضربه موجهه للامن مباشره، بحكم ان شريفه شرطيه. كيفاش ان هاد الناس هادو قدروا يتوصلوا ليها ويديوها حتى لديك البلاصه ويذبحوها؟ يعني هنا بحال اللي بداو كيحسوا بالتهديد وقالوا باللي هذا تهديد مباشر موجه لينا، فركزوا مع القضيه وتاثروا بها بزاف. وحتى الزميله ديالهم اللي هي شريفه بقات فيهم واثرت فيهم الوفاه ديالها بهذيك الطريقه البشعه. المهم الامور من بعد منها هذه تبدا تمشي في الروتين ديالهم باش كيخدموا، غيبداو يرفعوا البصمات، اي عينات غاديين يحتاجوها. لكن للاسف الجثه غيلقاو عليها بزاف ديال البصمات، بحكم انه لقاوها الناس وتجمعوا عليها في الاول بزاف ديال الناس اللي قاسوها، وحتى بعض العناصر من الشرطه فهم شافوها وقلبوها وقاسوا فيها. دونك بزاف ديال البصمات تلقاو على هذه الجثه هذه. اذا الا بغاو يعرفوا شكون هو القاتل من خلال هذه البيست هذه ديال البصمات غادي تاخذ لهم مجهود كبير ووقت طويل، وهما باغيين يعرفوا شكون اللي قتل شريفه في اقرب وقت. فخلاو هاد البيست هذه على جنب وغيمشيو للبيست اخرى اللي هي العائله ديالها باش يسولوهم ويعرفوا واش كانوا عندها شي علاقات مشبوهه او لا كانوا عندها شي مشاكل، شي حد اللي غيبغي ينتقم منها بهذه الطريقه هذه. المهم يجمعوا اكبر عدد من المعلومات عليها باش يعرفوا منين غيبداو هاد التحقيق هذا.
وبالفعل غادي نمشيو للدار ديال شريفه باش يعلموا العائله ديالها وكلشي، لكن ما كيلقاو حتى شي واحد. كيلقاو الاب ديالها بلا مسافر وجالس عند الاخت ديالها اللي كتسكن في ولايه اخرى في البلاصه. كينتقلوا لعندهم باش يعلموهم بالخبر اللي كيكون خبر صادم. وما خفاكمش الناس مني كيسمعوا بحال هاد الفاجعه هادي كيفاش غيتلقاو الخبر وكيفاش غادي يتعاملوا. المهم من بعد ما بداو كيهدئوا شويه بداو كيحاولوا يجمعوا من عندهم معلومات شنو هما العلاقات ديالها في الخدمه، شكون اللي كيكون معاها شكون اللي ما كيكونش معاها. عطاوهم بزاف ديال المعلومات ولكن حتى شي معلومه منهم ما كانت غادي تفيدهم ولا غتفتح لهم شي باب. والشيء اللي غادي يفكروا فيه المحققين هم انهم يعمقوا البحث مع الاخت ديالها بحكم انها قريبه ليها في السن وكان عندهم تواصل اللي كبير. تقدر تكون معاوده ليها شي حويجات اللي هي ما معاوداهمش للاب ديالها اللي هو في هذه المرحله هذه هو شرطي سابق. ومن بعد ما سمع هذا الخبر هذا بدا كيوجه اتهامات للشرطه وكيقول لهم بلي ما قدرتوش تحميوها وكيفاش هي خدامه معكم وتوفوا بهذه الطريقه. المهم بدا كيهضر بزاف ديال الهضره فخلاوه هو على جانب لانه منفعل في هذوك اللحظات وركزوا مع الاخت ديالها وبداو كيسولوها واش عندها شي مشاكل في الخدمه، واش عمرها عاودت ليك بلا شي حد كيهددها ولا شي حاجه من هذا القبيل هذا. فهي كتنفي هذا الشيء تماما وكتقول لهم بلا الاخت ديالي شريفه في العمل ديالها كانت منضبطه والزملاء ديالها كلهم تيبغيوها وتيحترموها. وهذا الشيء راه ماشي غير الهضره ديالي، تقدروا تمشيو وتسولوا عليها لانها كانت واحد الانسانه اللي في حالها ما عندها لا مع مشاكل لا مع حتى شي حاجه. فكيرجعوا كيسولوها سؤال اللي مغاير وكيسولوها على الحياه العاطفيه ديال شريفه، واش هي مزوجه مخطوبه واش كاين في حياتها شي حد. فهي كتقول لهم بلا الاخت ديالها شريفه ما عندهاش في حياتها شي علاقه اللي رسميه، فهي مازال سيليباتير عايشه حياتها عادي ما بين الخدمه والعائله. ومنين كيقولوا ليها واش كاين في حياتها شي اشخاص اللي هما مقربين شي علاقه قديمه اللي مازال كتجبدها او لا كتهضر عليها، فهي كذلك كتنفي وكتقول لهم ما كاينش شي حد اللي هو سبيسيال نقدر نقول لكم عليه من غير واحد الشخص واحد اللي كانت كتهضر عليه شريفه بزاف واللي هو الرئيس ديالها في العمل والاسم ديالو عبد الكريم. هذا عبد الكريم هذا هو رئيس اداره الشرطه القضائيه والرئيس ديال شريفه كذلك في العمل. فهنا كانت كتجبدو بزاف للاخت ديالها وكتقول لها بلا كنطلقاه كيوصلني. المهم مره كانت كتهضر عليه وكتجبدو، ولكن واش كانوا في شي علاقه او لا بيناتهم شي حاجه فما غاديش نقدر ناكد لكم. المهم غادي ياخذوا هذه المعلومه هذه من عند الاخت ديال شريفه وغيمشيو باش يكملوا البحث ديالهم. وهنا غيتوجهوا للزملاء ديالها في العمل باش يسولوهم واش كاينه شي علاقه ما بينها وما بين رئيسها في العمل اللي هو عبد الكريم. وبالفعل من بعد ما يبداو يسولوا في الزملاء ديالها بزاف منهم اللي غاديين ياكدوا ان شريفه وعبد الكريم كانوا على واحد العلاقه مقربه وكانوا كيشوفوهم كيهضروا مع بعضياتهم بزاف شحال مره كيوصلها. المهم كان بيناتهم واحد التعاملات وواحد التقرب اللي زيد شويه على الناس اللي خدامين تمايا. وهنا كيقرروا انهم يمشيو يديروا جلسه استماع مع الضابط عبد الكريم ويعرفوا الراي ديالو في هذه القضيه هذه ويشوفوا واش غيعرفوا من عنده شي معلومات اللي جديده او لا غيضيف لهم شي حاجه في هذه القضيه هذه. مباشره كيمشيو لعنده وكيبداو يسولوا عليها وما كيكونش متعاون نهائيا وكيتقلق وكيقول لهم كيفاش انكم تسولوني في جريمه بحال هذه وانا في هذا المنصب هذا. المهم ما كيتقبلهاش لكن هما مضطرين انهم يسولوه ويعرفوا من عنده معلومات. ومنين كيبقاو يسولوه على شريفه كيقول لهم بلي شريفه كنعرفها بحالها بحال اي وحده خدامه هنايا ما عنديش بها شي علاقه ولا شي تواصل في حدود العمل. كنهضر معاها كنتعامل معاها بطريقه اللي رسميه. ولكن واحد الحاجه اللي غادي يكتشفوها من بعد منها انهم منين غادي يقارنوا ما بين البصمات ديال الضابط عبد الكريم والبصمات اللي تلقات في مسرح الجريمه كيوقع تطابق. ومنين كيواجهوه بهذا المعطى هذا كيقول لهم بلا نورمال ان البصمات ديالي يكونوا فيها لانني انا داك النهار كنت حاضر في مسرح الجريمه وكنت من الاشخاص اللي قلبتها باش نحاول نتعرف عليها. فعادي يكونوا البصمات ديالي وديال الزملاء اللي كانوا حاضرين داك النهار وحتى ديال الناس اللي لقاو الجثه هما الوالا. فما يمكنش لكم توجهوا لي شي تهمه او لا تسولوني بهذه الطريقه وهذا الشيء ما عنده حتى شي معنى وما عندكم ضدي حتى شي حاجه. المهم هو من بعد هاد التحقيقات كامله ما غيعرفوا ياخذوا منه لا حق ولا باطل فغيخليوه على جنب ويخصهم يمشيو ويقلبوا في شي بيست اخرى باش يوصلوا للحقيقه وحل اللغز ديال هذه الجريمه هذه. والخطه اللي غادي يديروها المحققين من بعد ما انهم ما خداو حتى شي معلومه من عند الضابط عبد الكريم وما عرفوا من عنده حتى شي حاجه غادي يقرروا انهم يتتبعوا التليفون ديال شريفه شكون اللي كان كيعيط ليها وشكون اخر شخص عيط ليها. وبالفعل داكشي اللي غادي يديروا غيبداو يتتبعوا في الرقم ديالها وغيكتشفوا بلا واحد الرقم اللي كان كيتصل بها بزاف
وهو اخر رقم غادي يتصل بها، واللي من وراه غادي تصفى التليفون ديال شريفه، ومن بعد منها غادا تلقى هي جثه هامده مذبوحه ومليوحه في الطريق. من بعد ما غيتتبعوا داك الرقم غادي يتوصلوا للهويه ديال مولاه وغيبداو يقلبوا عليه. ولكن الغريب في الامر انهم غيكتشفوا ان مول هاد التليفون هذا اللي كيتصل بشريفه هو اصلا في السجن. يعني هو ما عنده لا تليفون لا حتى شي حاجه، يعني التليفون ديالو بقى على برا. خصهم يعرفوا التليفون ديالو لمن عاطيه، وهذاك الشخص اللي عنده التليفون هو اللي كيتواصل بشريفه، وهو اكيد غادي يكون عنده علاقه بهذه الجريمه لانه اخر شخص تواصل معها. وملي المحققين كيمشيو عند هذا الشخص هذا اللي هو صاحب الرقم حتى لوسط السجن وكيديروا معاه جلسه استماع وكيسولوه على هذاك الرقم ديالو اولا ديك البطاقه فين خلاها ولمن عاطيها. فهو تيقول لهم بلا النهار اللي طلق عليا القبض لقاو عليا القبض وانا عندي هذاك التليفون وانا سلمته هنا في الاداره قبل ما نبدا ندوز في العقوبه السجنيه ديالي. دونك التليفون راه مازال عندهم، يمكن لكم تمشيو وتقلبوا شكون اللي كيهزو وشكون اللي كيعيط به. في البلاصه شنو كيديروا؟ كيمشيو للاداره اللي لقاو فيها القبض اولا الاداره اللي تسلمت هذوك الممتلكات ديال هذا السجين هذا باش يقلبوا على التليفون ديالو ويشوفوا هذاك الرقم واش مازال تما اولا شي حد خداه. وبالفعل منين تيمشيو تيلقاو ديك النمره ما كايناش نهائيا في التليفون، يعني الكارطه ما كايناش، كاين غير التليفون بوحدو. منين كيبقاو يبحثوا كيبقاو يقلبوا باش يعرفوا هاد البطاقه هذه فين مشات وشكون اللي هزها من تمايا. من بعد الابحاث كيكتشفوا ان رئيس هذاك القسم اللي تسلموا فيه هذوك الممتلكات هو الضابط عبد الكريم. دونك هنا ولات واحد العلاقه ما بينه وما بين هذاك الرقم وما بين شريفه. مباشره كيمشيو لعندو وكيواجهوه بهذا المعطى هذا وتيقولوا ليه بلا انت اللي خديتي ديك لاكارت وانت اللي كنتي كتواصل بها وكتعيط منها، كيخصك دابا تعترف لينا وتقول لنا علاقتك بهذه الجريمه هذه. وهنا الضابط عبد الكريم تينكر وتيقول لهم باللي ما عندي حتى شي علاقه بهذيك لاكارت وما هزيتهاش وما تنعيطش منها، وراه الاداره فيها بزاف ديال الشرطيين والموظفين يقدر اي واحد اخر يكون خداها، يعني ماشي ضروري انا اللي خديتها ولا انا اللي كنت كنعيط منها. وهنايا هما كيبقاو يضغطوا عليه في التحقيق اكثر واكثر. من بعد منها كيسكت وكيدورها في راسو تيرجع يهضر معاهم وهو مغير الاقوال ديالو تيقول لهم بلا انا اللي هزيت هذيك لاكارت وانا اللي كنت كنعيط منها وكنعيط منها عادي، كنعيط لشريفه ولبزاف الناس اخرين وكنت كنستعملها، وهذا الشيء اللي كتقولوا فيه راه ما يثبتش انه عندي علاقه بالجريمه ديال القتل ديال شريفه. انا غلطت وغنتحاسب على هذا الغلط، ما يمكنش لي انني نهز واحد لاكارت ديال واحد الشخص اللي هو مسجون، وانا قابل انني نتعاقب على هذا الغلط هذا، ولكن راكم مازال ما قدرتوا تثبتوا عليا حتى شي حاجه اللي غادي تربطني بالجريمه ديال شريفه. وبالفعل هما قانونيا هذا ماشي دليل اللي غادي يقدروا يرتكزوا عليه في هذه القضيه هذه، فخصهم يبحثوا اكثر واكثر. فقرروا انهم يفرغوا المكالمات اللي كاينين في هذاك الرقم اللي خداه من عند السجين ويعرفوه مع من كان كيتواصل ومع من كان كيهضر. ومنين كيبداو يقلبوا وراه كيلقاو عنده بزاف ديال الاتصالات مع شرطيين اللي هما كاينين في نفس الاداره معاه ومع ادارات اخرين، وكذلك عنده اتصالات مع عصابات مع مسجونين داخل السجن وكذلك خارج السجن. المهم السيد بين انه مرونها، فقرروا انهم يركزوا معاه ويقلبوا وراه مزيان باش يعرفوا اشنو اللي كاين، ومن هنا غادي يجي القرار ديال انهم يمشيو ويقلبوا ليه الدار. وبالفعل داكشي اللي غادي يديروا المحققين غادي يتوجهوا للدار ديالو باش يقلبوها على وعسى يلقاو شي دليل اللي يقدر يساعدهم او اللي يخليهم يربطوا ما بينه وما بين القضيه ديال شريفه. ومن بعد ما غادي يدخلوا للدار ديالو غادي يتفاجئوا ويلقاو قدامهم قضيه اللي هي جديده. غيلقاو واحد الكميه هائله من الخمور المهربه مستوكيها عنده في الدار وواحد الشحنه اللي ضخمه مخبيها تما. فمباشره كيمشيو لعندهم بعد ما كيحجزوا عليها وكيبداو يسولوا فيه اشنو هذاك الشيء اللي حاط عنده في الدار، وفتحوا معاه تحقيق في قضيه اللي هي جديده. وهنا هما بداو كيتاكدوا انهم قدموا واحد النموذج ديال شرطي فاسد واكيد عنده اليد وعلاقه بالجريمه ديال شريفه، والامور اللي تابعه امور اللي هي كبيره واكيد غادي يكونوا فيها اطراف اخرين اللي من بعد ما غادي يضغطوا عليه في التحقيق كيحاولوا انهم يتوصلوا ليهم. غيبداو يسولوا فيه ويدققوا معاه البحث ويعرفوا التفاصيل ديال هذا الشيء. وهنا فين غادي نلاحظوا ان العنق ديالو
فيه شي جراحي منين غادي يسولوا عليهم غادي يتوتر وما غيلقاش ليهم شي مبرر. هنا فين غيطلبوا منه انه يحيد الحوايج ديالو الفوق، وتما تيكتشفوا ان يديه وعنقو كلهم فيهم جروح اللي دفاعيه. يعني هذا الشيء هو مؤشر كبير على انه عنده علاقه بالجريمه ديال شريفه. فكيقرروا انهم يقارنوا ما بين الحمض النووي ديالو والحمض النووي ديال العينات اللي كانوا في الاظافر ديال الجثه. لكن للاسف ملي كيرجعوا للمختبر كيكتشفوا ان الشرطه العلميه ما خداتش نهائيا عينات من الاظافر ديال الجثه. فهنا كيضطروا انهم يعاودوا يفتحوا القبر ويجبدوا الجثه ديال شريفه باش يشوفوا واش عندها شي عينات ديال الADN ديال المجرم في الضفران ديالها. داكشي اللي غادي يكون غادي ينتشلوا الجثه وغيديوها للطب الشرعي باش غادي يعاود يقلبها ويشرحها، وغادي ياخذ كذلك العينات المطلوبه منه. ومن بعد واحد المده المختبر كيأكد ان هذوك العينات اللي تاخذوا من الجثه متطابقين تماما مع الحمض النووي ديال الضابط عبد الكريم. وهكا القضيه ولات واضحه، والضابط عبد الكريم ما عنده فين ينكر او لا يراوغ. يعني هادو ادله علميه ما يقدرش انه ينكرهم. فكينهار وكيبدا يعترف وكيبدا يعاود لهم في السيناريو ديال الاحداث ديال هادشي اللي وقع، وتيقول لهم بالله هو على علاقه مقربه بشريفه من نهار بدات الخدمه تمايا، وهو علاقته بها طيبه، كيوصلها كيتلاقاو الامور ديالهم مزيانه. هاد المعامله المزيانه خلته انه يتعشم فيها بالرغم من انه عارفه واحد الانسانه اللي منضبطه والمبادئ ديالها في العمل ما كتخلاش عليهم، الا انه تجرأ وطلب منها واحد الطلب اللي ما غاديش يعجبها نهائيا. لانهم من بعد ما وقفوا واحد العصابه ولقاو عليهم القبض بواحد الشحنه او واحد الحموله كبيره ديال الخمور المهربه، غادي يتم التحفظ على هذيك الكميه الكبيره من الخمور المهربه بمصدر الحكم بإتلاف الحموله والتخلص منها. وبالفعل من بعد ما غادي يصدر هذا الحكم هذا غادي يبقى واقف التقرير على انها تمضي فيه الشرطيه اللي هي شريفه باش من بعد منها تاكد لهم ان ديك الحموله بالفعل تم الاتلاف ديالها. وهنايا هو الرئيس ديالها كيجي لعندها او الصديق ديالها كذلك وكيطلب منها انها تسني على داك التقرير انه تم اتلاف الحموله بلا ما يتم اتلاف هذه الحموله هذه. ومن بعد منها هو ياخذها ويخليها عنده حتى من بعد تبرد القضيه ويبيعها لهذوك العصابات وهذوك التجار اللي هو ديجا على علاقه بهم ودائما كينفذ معاهم بحال هاد العمليات هادو اللي كيكونوا تحت الطبله كما تنقولوا، لانه هو واحد الشرطي اللي فاسد. وهذا الشيء اللي ما كانتش كتعرفوا الشرطيه شريفه. فغتواجهو هنايا وغترفض الطلب ديالو، وبالرغم من انه هو الرئيس ديالها ما غاداش تسوق لهذا الشيء كامل وغترفض وغتقول ليه انا القانون وخدمتي هما اللي غادي ندير وما يمكنش ليا نسني على هذه الوثيقه هذه حتى نتاكد ان ديك الشحنه بالفعل تم اتلافها. وهنايا غادي يبدا يشد معها الضد وتشد معها الضد، والعلاقه ديالهم ما غاديش تبقى بحال الاول لانه بقى مصر وبقى تيطلب منها انها تسني على هذا الشيء، لكن هي غادا ترفض واحد الرفض اللي قاطع. واكثر من هذا ما غتبقاش باغيه تتعامل معاه وبحال اللي طاح من عينها وبدات كتحتقرو. وبحكم السلطه اللي كاينه عند الضابط عبد الكريم على الشرطيه شريفه فهو غيسحب منها هذه المهمه هذه وغيعطيها لواحد الشرطيه اخرى اللي هو ديجا متفاهم معاها انها تسني ليه على هذيك الوثيقه ديال تم اتلاف هذه الحموله، وخلى بحال هكا شريفه بعيده على الموضوع. لكن هي بقات مركزه في الموضوع وبقات متتبعاه وبغات ضروري تعرف اشنو غادي يوقع في النهايه ديال هذا الملف هذا. لكن هو اطمئن بحكم انه خدم من عندها الملف وكلف به وحده اخرى صافي كمل الاجراءات اللي كان ناوي يديرهم بالخطوات والترتيب اللي كان حاط. وبالفعل هذيك السيده اولا ديك الشرطيه غادا تسني ليه على هذيك الوثيقه والحموله ما غاديش يتم الاتلاف ديالها، ولكن الضابط عبد الكريم غادي ينقلها من المخزن اللي عنده للدار مباشره، وغتكون هذه هي الحموله اللي المحققين لقاوها عنده في الدار. وهنايا شريفه ملي غادا تسيق الخبار ما غيعجبهاش الحال نهائيا وغتمشي وغتواجه الضابط عبد الكريم وغتبدا تهدد فيه بانها غادا تكتب فيه تقرير وغتدفعوا للجهات العليا اللي من بعد منها غادي يمكن لهم انهم يوقفوه على مزاوله المهام ديالو، ويمكن حياته كلها تضيع والامور كلها تكشف ويقدر يمشي حتى للسجن. وهذا الشيء هذا اللي بغات ديرو الشرطيه شريفه ما هو الا الخدمه ديالها وهذا هو القانون، لكن هو ما غاديش يتقبلها نهائيا وغيبدا ياخذها كتهديدات
وغيبدا يحاول انه يلقى معاها شي حل ويستعطفها ويطلبها باش ما تقدمش هذا التقرير هذا، ولكن هي والو، قالت ليه القانون هو القانون وانا غادي ندير خدمتي ونخلي المسؤوليه ديالي من هذا الشيء اللي ما غيتقبلوش هو نهائيا. فغيبدا يتعصب عليها وكل مره كيعيط ليها، مره يطلبها، مره يغوت عليها، ولكن هي بقات مصره انها تكتب هذا التقرير هذا وتقدمه وتعاود لهم داكشي اللي دار كامل به. وهنا الضابط عبد الكريم كيشوف راسو انه غادي يمشي فيها من بعد ما وصل للسن ديال 57 سنه، وهو ديما طاغي على الناس، كيدير اللي بغا، عنده علاقات مشبوهه مع عصابات تجار مخدرات. المهم عاش حياته كلها كيخربق، فما رضاش على اخر ايامه انه يتكشف بهذه الطريقه هذه، فبغى يحيد من قدامه هاد السيده اللي كتهددو باي طريقه. فشنو غادي يدير؟ نهار اللي غادا توقع فيه الجريمه غادي يمشي لعندها حتى للدار، من بعد ما عرف ان الاب ديالها مسافر لعند الاخت ديالها لولايه اخرى. غادي يدق عليها منين غادا تخرج، غايقول لها بغيت نهضر معاك، ركبي معايا في السياره. داكشي اللي غادا دير شريفه، غتركب معاه عادي وهي ما ناويه حتى شي حاجه. غيبقاو غاديين حتى غادي يبعدوا من الدار ديالها، وتقريبا في واحد الخلا غادي يشدها تمايا وغيبدا يسدد ليها في الطعنات. هي غتبدا تدافع على راسها تما فين غادي يكونوا فيه هذاك القماشي في العنق ديالو في يديه، لانها دافعت على راسها، ولكن هو ما رحمهاش، بقى كيطعن فيها حتى شوه ليها الجسد ديالها كامل بالطعنات. ومن بعد منها دوز عليها من الوريد حتى الوريد، حطها جثه هامده. لاحها تما في الطريق ومشى كمل حياته بحال ما نفذ حتى شي جريمه، وبالنسبه ليه هو هكا تخلص منها والسر هذاك السر اللي هو ما باغي حتى شي واحد يعرفه، وهكا الصفقه ديالو غادا تتم على خير. ومن بعد الاعترافات ديال الضابط عبد الكريم القضيه كبرات بزاف وتجبدوا فيها بزاف ديال الناس، منهم عصابات وتجار مخدرات والناس اللي كانوا عوالين انهم ياخذوا من عنده ديك الشحنه ديال الخمور المهربه، وكذلك عناصر اللي كانوا في الشرطه اللي كانوا كيتعاونوا معاه، اللي هما جوج ديال الشرطيات وشرطي كانوا معاه في نفس الاداره، وسهلوا ليه هذه العمليه وعمليات اخرين، وتجبدوا بزاف ديال الملفات في هذه القضيه ديال الضابط عبد الكريم. وبحال هكا غادي تقدم للمحاكمه بواحد التهم اللي هي ثقيله، واللي منها القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، كذلك التهمه ديال استغلال منصب الشغل، بزاف ديال الاختلاسات، بزاف ديال المشاكل. المهم الدوسي عنده عامر وغيتقدم للمحاكمه، وسنه 2013 غادي يصدر الحكم النهائي بالنسبه للشرطيين اللي تقدموا معاه في القضيه ديال الخمور المهربه، فغادي يتحكم عليهم بمدد متفاوته من السجن، وكذلك غادي يتم الاستغناء عليهم من المناصب ديالهم. وبالنسبه ليه هو اللي هو الضابط عبد الكريم، فالحكم ديالو غادي يكون هو الاعدام. والصراحه ما كنقدرش نتخيل شحال الدم ديال الانسان ولا رخيص بزاف، كيفاش شريفه بغات دير الخدمه ديالها وبغات تطبق القانون، لكن هذا الشخص هذا حس بها انها قاسته في المنطقه ديال الراحه ديالو، وغادا تكشف الاختلاسات ديالو والامور اللي كان كيديرها غير قانونيه، ففضل انه يضحي بها بواحد الطريقه اللي عاديه، يقتلها ويلوحها في الشارع ويكمل حياته كما بغى هو في الاختلاسات وفي الجرائم وفي التواطؤ مع العصابات. وهذا المستنقع اللي كان غارق فيه الضابط عبد الكريم وشريفه، الذنب ديالها الوحيد انها واحد الانسان اللي شريفه ومنضبطه وكتبغي العمل ديالها وكتبغي البلاد ديالها. هذا الشيء هو الذنب الوحيد ديالها، انها كانت مع الاشخاص الخطا في التوقيت الخطا. الله يرحمها والله يوسع عليها هي وجميع امواتنا في هذا النهار هذا. وكانوا هادو هما الاحداث اللي عندي في هذه القضيه هذه كامل بهم. ما سخيتش بكم وكنبغيكم بزاف، ومازال نتناقشوا في التعاليق ان شاء الله اللي خطيكم عليا. كنبغيكم بزاف وكنموت عليكم، وما بقى لي الا نقول لك الا كتشوفني بالليل بون نوي، والا كتشوفني بالنهار بون جورني. تشاو تشاو.